ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. يا ريت اقدر اعيش في الغابة دي في امان، بس انا برضه خايف لا يكون في حد جاي ورايا. لا مفيش. الحمد لله، يا ريت اقدر اعيش في امان بقى. مفيش حد. يلا يا اخواتي يلا، لازم نشوف جودزيلا راح فين ونروح وراه. احنا ما بنعرفش نرقص ولا نستريح الا مع جودزيلا. يلا 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 ورايا يلا يا صغير، تعال. جاي اهو جاي. لا خايف قوي، انا جاي اهو. ده اللي انا شفته ده شكله بجد ولا ايه؟ ده شكله جودزيلا الشرير اللي بيتكلموا عنه جه غابتنا. انا لازم ابلغ كل اهلي نمشي من هنا. جودزيلا هرب من السجن، هرب من سجني انا ومن غابتي انا لازم اجيبه. هخلي الخفافيش تدور عليه، هخلي كل الحيوانات تدور عليه واشوف راح في انهي غابة. انا هجيبك تاني يا جودزيلا وهحبسك، يعني هحبسك. جودزيلا اهلا بيك. ايه اللي جابك غابتنا؟ انت عارف ان هنا الحيوانات ممكن يخافوا منك، صح ولا لا؟ قول لهم ملهمش دعوة بشكلي يا حكيم. انا همشي في حالي وهشوف لي اي مغارة اعيش فيها، محدش لي دعوة بيا. يا ماما سيبيني بقى، سيبيني، عايزه اروح الحق سيمبا والنبي، سيبيني عشان ارخم عليه. سيبيني بقى بس يا ماما، بس سيبيني، عايزه اروح اقعد على البحيره شويه، سيبيني. يا سيمبا تعالى، انا بنادي عليك من الصبح، تعالى بقى. مش هرد عليكي يا بنتي يا لالا، اكيد انتي اللي عايزاني وانا اصلا مش هاجي عشان العب معاكي. روحي العبي بعيد كده يا سيمبا. طب انا هاجي دلوقتي هضربك علقه هيخليك تلعب معايا غصب عنك. سيبيني بقى يا لالا، سيبيني. لا 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 يا سيمبا، انا مش هسيبك. يلا 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 بينا نرخم على الطير. يلا هوناك اهو. عايز ايه مني يا سيمبا؟ عايزك تلعب معايا. مش هلعب معاك، امشي من هنا. ليه كده بس؟ ما تيجي تلعب معانا يا عم. تعال يلا تعال، امشي وسيبني يا سيمبا. انا هسيبك واروح اشتكي لباباك. الحق يا سكار الحق، الواد سيمبا ابن اخوك بيلعب بعلالة لوحديهم ومعهمش اي حد، ودي فرصة ممكن نخطفه. يلا بينا يلا. انا سيمبا ده نفسي اخطفه من زمان، بس ما ينفعش ابان ان انا اللي بخطفه. يلا روحي انت يا ضبوعة وخدي اخواتك معاكي واخطفيهم، وانا هاجيلكوا ونفصصهم وناكلهم هم ماما. يلا يا أفيلة يلا نمد، يلا نخرج من الغابة قبل ما كينج كونج يعمل لنا حاجة ولا يتخانق معانا. يلا ده جه الغابة وده شرير قوي، يلا نمشي. ايه يا طباع، بقول لكم ايه، جايباكم خبر جميل. اسكار قال لي نروح نخطف الواد سيمبا وهو هيجي ياكله معانا هم مام. ايه رأيكم؟ ده بيلعب مع لالا، يعني هنخطف في 2. ده انتي مجنونة شكلك، انتي بتعرفيش اللي بيحصل في الغابة ولا ايه؟ ده في كينج كونج جه هنا الغابة واحنا خايفين منه مستخبين جوه الكهف. خشي يا اختي استخبي بدل ما ياكلنا كلنا. خير يا حكيم الغابة، ايه اللي جابك عندي هنا؟ جايلي ليه؟ انتوا مش نسيتوني من زمان وفضلت عايش هنا لوحدي؟ اللي فكرني بيك ابن اختك جودزيلا جه عندنا في الغابة وقلت انا لازم ابلغك. تفتكر هو خطر على الحيوانات؟ جودزيلا زي بالظبط وطيب وغلبان زي، بس انتوا سيبوه في حاله، سيبونا بقى كعمالقة نعيش في حالنا. انا كده بقى لازم اروح لملك الغابة وابلغه ان جودزيلا عايش في كهف هنا جوه الغابة، وان هو طيب ومش هيعمل حاجة. ان شاء الله ملك الغابة يسيبه عايش هنا. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة. ازيك يا حكيم، عامل ايه؟ ما بقتش بتيجي تزورني زي الاول. معلش بقى يا ملك ابو سيمبا، هي ظروف، انا كبرت وما بقتش قادر اجي كتير، بس عشان في حاجة ضرورية حصلت في الغابة جيت عشان ابلغها لك. حكيم احكيلي ايه اللي حصل في الغابة، انا معرفوش. كينج كونج اللي باباك مرضيش يقعدوا معانا في الغابة وحطه في غابة لوحده. دلوقتي ابن اخته الصغير اللي لونه بني جه يعيش هنا في كهف،
وانا خايف لا الحيوانات تخاف منه. طيب هو طيب ولا شرير؟ احنا ما نحكمش عليه بشكله، احنا لازم نحكم عليه بطبعه. لو هو طبعه طيب خلاص يعيش معانا هنا في الغابة، لكن لو هو شرير نطرده. لا لا لا، ما اعتقدش انه شرير، ده طيب. حتى خاله اللي باباك نفاه زمان برضك طيب، بس باباك خاف يعيشوا معانا في الغابة عمالقة. لا لا يا حكيم، هو مش ذنبه ان هو عملاق، طالما هو طيب نخليه يعيش معانا هنا في الغابة عادي، مفيش اي حاجة. ونبه على كل الحيوانات ما يخافوش منه، ملهمش دعوة بيه، ما يأذوهوش ولا يتنمروا عليه. اوامرك يا ملك الغابة. ايه ده هو ليه القفيلة بتهاجر؟ يا قفيلة يا قفيلة، انتوا ماشيين رايحين فين؟ انتوا ايه اللي مخليكوا هتسيبوا الغابة؟ كينج كونج جه الغابة يا سيمبا، واحنا خايفين منه جدا، فهنضطر نهرب. انت بقى بلغ باباك ان كينج كونج رجع الغابة. مين كينج كونج ده اصلا؟ ايه اللي هما بيتكلموا عنه ده؟ انا لازم اروح لبابايا ملك الغابة وافهم منه ايه اللي بيحصل. يا بابا يا بابا، هو ايه اللي بيحصل في الغابة؟ ليه القفيرة بتهاجر؟ ولما سألتهم قالوا لي اصل كينج كونج في الغابة. مين كينج كونج ده؟ كينج كونج ده غوريلا عملاق، وهما بيخافوا منها وبيفتكروا ان هي شريرة، بس هي طيبة ومش بتأذي حد. طيب ليه القفيلة بيقولوا انها رجعت تاني؟ عشان زمان ايام بابايا كان في كينج كونج ابيض جه الغابة وهو طرده، خلاه يعيش لوحده في غابة لوحده بعيدة عننا. طيب يا بابا، احنا محتاجين نفهم الحيوانات كلها ان كينج كونج طيب مش شرير. ايوه يا سيمبا، فعلا لازم نبلغ الحيوانات ان هو طيب، وان هم يبعدوا عنه ويسيبوه في حاله. اديني هعيش هنا لوحدي، يا ريت بقى يسيبوني في حالي وما اشوفش حد يجي يضايقني، وانا على نفسي مش هضايق حد خالص. ويا ريت الاسد الشرير ينساني وما يحاولش يدور عليا. خير يا ملك الغابة، انا سمعت ان انت عاوزني انا وخفافيشي في مهمة. ايوه، عايزك تدوري على كينج كونج، عايز ارجع اسجنه تاني، ده هرب مني. ينفع يهرب مني؟ فين شخصيتي لما يهرب من غابتي ويروح يستخبى في غابة تانية؟ شوفهولي فين انت وخفافيشك وتعالى قولي عشان اروح اجيبه واسجنه. يلا 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 يا بطريقي، يلا تعالوا تعالوا نستخبى، احنا وصلنا الغابة اهي. هي دي الغابة اللي فيها كينج كونج حبيبنا اللي هنروح نرقص ونلعب معاه. يلا. سيبوني سيبوني يا خفافيش، جايين ليه ورايا؟ انا سبتكم وجيت هنا، سيبوني. مين؟ اسد الغابة الشرير هو اللي بعدكم، لازم اموتكم. سيبوني بقى، عايز اعيش في الغابة هنا في امان. الحمد لله ان هما مشوا، يا رب ما يرجعوش تاني ولا ملك الغابة الشرير ده يجي معاهم، ده عايز يحبسني. يا حيوانات الغابة، اسمعوا مني، انا جاي لكم بكلام من ملك الغابة، بيقول لكم محدش يتنمر على كينج كونج، ولا حد يروح عنده ولا ليكوا دعوة بيه، وهو طيب ومش هيأذيكم. ايوه يا حكيم، انا كنت لسه برضك بقول الكلام ده لزروفة، وبقول احنا ملناش دعوة بيه ونعيش في سلام وملناش دعوة بحد. يا حمير ويا حسنة، الحاضر يبلغ الغايب، ملكمش دعوة بكينج كونج، ده طيب وغلبان وهيعيش في حاله، وانتوا كمان عيشوا في حالكم. ازيك يا سكار؟ ازيكم يا طباع؟ وازيك يا دب؟ انا جاي ابلغكوا رسالة من ملك الغابة، ما تخافوش من كينج كونج، وانتوا كمان ما تتنمروش عليه ولا تتكلموا معاه، هو هيعيش في حاله، واحنا ايش ضمنا بقى يعيش في حاله؟ مش يمكن ياكل حد مننا؟ لا يا سكار، هو طيب وما بياكلش حد، وانت عارف كده كويس، فنبطل تحرض الحيوانات ان هم يعملوا ثورة. ده حيوان زيه زيكم، من حقه يعيش هنا في الغاب. طيب، ما اكيد ده كلام نفاس اخويا، وانا بقى لازم اسمع الكلام يا حكيم. ماشي ماشي. وكده حدوتتنا خلصت يا حلوين. ما تنسوش تشتركوا في القناة، يلا بسرعة ندعوا على بابا وماما وقولوا لهم يشتركوا لكم من الكلام الأحمر اللي موجود تحت الفيديو.
وما تنسوش تعملوا لايك. ماما سمسمة بتحبكم جدا وبستنى اللايك منكم على الفيديو. باي باي يا حلوين.